الكبد الدهني مش وجع ومش عرض واضح، عشان كده ناس كتير ما بتحسش بيه غير لما المشكلة بتكبر. والأخطر إن في ناس بتصوم بنية العلاج وهي مش واخدة بالها إن طريقة الفطار نفسها ممكن تزود الحمل على الكبد بدل ما نخففه. النهاردة هنفهم إمتى الصيام يريح الكبد وإمتى يتحول لعبء عليه من غير تخويف ولا كلام نظري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا. الآية الكريمة بتلفت نظرنا لمعنى عميق قوي، وهو إن الراحة جزء من الخلق مش رفاهية. ربنا جعل في اليوم أوقات كتير يتغطى فيها الجسد بهدوء عشان يرمم نفسه ويعيد ترتيب وظائفه، والصيام في جوهره امتداد للمعنى ده، مش بس امتناع عن الأكل. الصيام فاصل زمني بيدي الجسم فرصة يراجع نفسه من غير أي ضغط، والكبد بالذات من أكتر الأعضاء اللي محتاجة الفاصل ده، لأنه عضو شغال طول الوقت من غير توقف. فلما الإشارات بتهدى والأنسولين بيقل، الجسم بيسمح للكبد إن يصلح الخلل ويخفف الحمل الدهني اللي عليه. فالصيام لما يتفهم صح يبقى مساحة رحمة للجسم، مش عبء جديد عليه. يعني إيه كبد دهني؟ الكبد الدهني معناه إن خلايا الكبد نفسها ابتدت تتملي بدهون زيادة عن الطبيعي، مش لأنك أكلت دهون كتير، لكن لأن الجسم بفترة طويلة كان عايش على سكر عالي وأنسولين عالي وكمان حركة قليلة. فالكبد اتعلم يخزن بدل ما يحرق، لأن وظيفته الأساسية إنه بينظم الطاقة. ولما الإشارات الهرمونية بتبقى ملخبطة، الكبد بيستقبل رسالة غلط. الرسالة دي بتقوله خزن عشان في فائض، ومع التكرار الدهون بتتراكم جوه الخلايا من غير ما تحس. والمشكلة هنا مش في الكبد نفسه، المشكلة في النظام اللي اشتغل بيه سنين طويلة. ولما النظام ده يتظبط، الكبد يقدر يرجع يشتغل بكفاءة تاني. طيب الصيام بيعمل ايه للكبد؟ أثناء الصيام الأنسولين بيقل، والجسم بيضطر يعتمد أكتر على الدهون كمصدر للطاقة، والكبد يبدأ يطلع من المخزون بدل ما يكمل تخزين. وده يخلي الصيام فرصة حقيقية لتخفيف الحمل الدهني على الكبد. بس التأثير ده مش تلقائي ومش مضمون من غير تنظيم. طيب إمتى الصيام يبقى خطر على الكبد؟ الصيام بيبقى خطر على الكبد لما يبقى فيه حرمان طول اليوم وتعوض بالليل بعنف. يعني نمنع الجسم ساعات طويلة وبعدين نفاجئه بفطار تقيل مليان سكريات وعصاير وحلويات داخلة بدري من أول اليوم ونشوات كتير مرة واحدة. ساعتها الأنسولين بيعلى بسرعة، والكبد بيستقبل الرسالة الغلط إن في طوفان طاقة داخل، فيبدأ يخزن أكتر بدل ما يفرغ من المخزون. وبدل ما الصيام يخفف الحمل على الكبد بيزيده. فالمشكلة مش في الصيام نفسه، المشكلة في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الأكل بعد الأذان. والطريقة الغلط ممكن تحول فرصة علاج لضغط إضافي على الكبد من غير ما تحس. في خطأ ناس كتير بتقع فيه، الناس فاكرة إن الامتناع عن الأكل ساعات طويلة لوحده كفاية يعالج الكبد الدهني، لكن الحقيقة إن الكبد ما بيستجيبش للجوع، الكبد بيستجيب للإشارات. ولو الإشارات بعد الأذان غلط، الكبد بيرجع لنقطة الصفر مهما كانت مدة الصيام. طيب إمتى الصيام يبقى علاج فعلي؟ الصيام يبقى علاج فعلي لما الفطار يكون متوازن، يرفع السكر بهدوء، ولما السكر يدخل مع بروتين ويدخل مع ألياف ومع دهون صحية، ولما السحور ما يتلغيش عشان الجسم ما يدخلش في ضغط. ساعتها الكبد بيحس بالأمان ويبدأ يفرغ الدهون بدل ما يخزن. الخلاصة، الصيام يا يريح الكبد يا يتعبه، والفرق في الطريقة. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي لليوم ال16. سلام عليكم.